تكبد الاقتصاد المغربي بين الربع الثالث من 2022 و 2023 خسارة ما يناهز 300 ألف منصب شغل، أي خسارة 269 ألف منصب شغل في الوسط القروي و29 ألف في الوسط الحضري. وبحسب نوعية العمل فتم فقدان 231 ألف وظيفة غير مدفوعة الأجر نتيجة لخسارة 190 ألف وظيفة في المناطق القروية و41 ألف في المناطق الحضرية. تفاصيل أوفى في تقرير هاجر العزوزي. يعاني سوق الشغل على الصعيدين الوطني والجهوي من التأثيرات السلبية لجائحة كوفيد-19 وتراجع القطاع الفلاحي حسب ما كشفت عنه وزارة الاقتصاد والمالية، إذ فقد الاقتصاد الوطني 24 ألف وظيفة سنة 2022، ما استوجب اتخاذ مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تنشيط سوق الشغل. ولمواجهة هذا الوضع أوضح ملخص التقرير الاقتصادي والمالي المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2024 أن الدولة عملت على تنفيذ برامج نشطة هادفة بالأساس إلى دعم الباحثين عن العمل وأصحاب المشاريع وتسهيل اندماجهم في سوق العمل. وربط التقرير الزيادة المتوقعة بخصوص نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 3.4% سنة 2023 بنمو القيمة المضافة في القطاع الزراعي، بينما يواجه القطاع الفلاحي حسب المصدر ذاته تحديات كبيرة تتعلق أساسا بالتغيرات المناخية المتسارعة، ما استدعى اتخاذ العديد من الإجراءات وعلى رأسها تبني استراتيجية الجيل الأخضر لسنة 2023 والتي تستند بالأساس على تجارب مخطط المغرب الأخضر. وفيما يتعلق بالمجال الطاقي أوضحت وزارة الاقتصاد والمالية أن المغرب يولي القطاع أهمية قصوى وله مشاريع تستهدف الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة بمختلف أشكالها، مؤكدة أن قطاع الهيدروجين الأخضر أضحى أولوية استراتيجية للبلاد هدفه تطوير الطاقات النظيفة والاقتصاد الخالي من الكربون.